هاي. كنت قلت لكم من فترة إن أنا هنزل القصص اللي أنا عملتها قبل كده بس بنظرة جديدة ببرسبكتيف جديد بطريقة جديدة. الحدوتة بتاعت المرة دي بتتكلم عن عصاية سحرية، واحنا كلنا دايما بندور على العصاية السحرية الواند اللي تخلينا ننفذ اللي احنا عايزينه في ساعتها ودلوقتي حالا، وبندور على شورت كاتس دايما، وبندور دايما على الحاجة اللي تخلينا ننجز. ساعات بننسى إنه الجيرني هي المهمة مش النتيجة. عامة حاولوا اسمعوا الحدوتة دي بودن جديدة وتتخيلوا وتشوفوا التفاصيل بتاعتها. شوفوا الحدوتة. كان يا مكان في زمان فات وقت عدى، كان في راجل عجوز على قد حاله، غلبان قوي 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 وفقير. حقيقة حكايته كانت تقطع القلب. الراجل الغلبان ده كان يصبح الصبح يروح يجيب طبق الفول، يتغدى فول ويتعشى فول ويفطر فول. الصبح فولية، الظهر فولية، وفي العشاء فولية. في يوم من الأيام وهو قاعد بيتعشى عدى عليه واحد صاحبه، قال له: إيه يا عم اللي أنت بتعمله ده؟ طول النهار بتاكل في فول، أنت ما بتزهقش؟ إيه ده؟ ده إيه الملل ده؟ وراح شايط طبق الفول برجله، وفضلت الفولاية تتدحرج 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 لغاية ما وقعت جوه البلاعة. والراجل عجوز شافها وهي بتتدحرج لغاية ما وقعت جوه البلاعة، وقعد يعيط: يا فلتي يا فلتي يا مشبعة جعتي، يا فلتي يا فلتي يا مشبعة جعتي. فضل يعيط لغاية ما ظهر قدامه مارد كبير. قال له: بتعيط ليه؟ قال له: فلتي وقعت، وحكى له كل حاجة حصلت من صاحبه. فلت له وقعت اللي ملوش غيرها. المارد قال له: طب بص، أنا ممكن أساعدك، ممكن أديك حاجة تشبع جوعتك يحميك من سؤال اللئيم. وراح مطلع من جيبه عصاية، وراح مديها للراجل العجوز، وقال له: خد العصاية دي، لما تعوز تاكل اخبط بيها 3 مرات على أي ترابيزة، وقول أنا جعان واطلب اللي أنت عايزه. يعني 1 2 3، قول أنا جعان واطلب اللي أنت عايزه. الراجل قال له: يا ابني أنت بتضحك، يعني بتتريق عليا، يعني احترم شيبتي، معقولة يعني الكلام ده؟ قال له: لا والله يا والدي، اسمعني بس، دي حقيقية والله، جرب بس، ما انتش خسران حاجة. بس خلي بالك، محدش يستخدم العصاية دي غيرك انت، أي حد هيستخدمها هتيجي معاه بالعكس. وسابه ومشي. الراجل العجوز قال إيه؟ المية تكدب الغطاس، وراح ماسك العصاية خابط 3 مرات على الترابيزة: 1 2 3، أنا جعان، عايز رز وفراخ. فجأة ظهرت قدامه صينية مليانة رز وفراخ سخنين جمال حلوين جدا. طبعا نزل عليهم هتتك بتت، فضل ياكل 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 ياكل. وبعدين قال لك: أنا مطلب حلو بقى. وراح ماسك العصاية: 1 2 3، أنا جعان، عايز رز بلبن. ظهر قدامه طبق رز بلبن بالمكسرات آخر جمال. أكل 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 لما شبع، وحس بإحساس أول مرة يحسه من زمن طويل. من كتر فرحته مسك في العصاية وفضل يبوس فيها يبوس فيها يبوس فيها يبوس فيها، وأخدها في حضنه ونام. وقضى بقية الأيام على ده الحال. لما عاوز ياكل الصبحية يخبط 3 مرات، الظهرية 3 مرات، بالليل 3 مرات، وفضل كده على ده الحال. في يوم من الأيام عدى عليه الصاحب اللي مش بيتصاحب، ولما شافه قدامه طبق كبير مليان أكل وحلويات ولحمة وفراخ وكل ما يتمناه أي إنسان، راح قايل له: إيه يا راجل أنت ده؟ أنت جبت الحاجات دي منين؟ هو أنت بتكذب علينا؟ أنت فاهمنا يعني إن أنت فقير وما حلتكش حاجة وأنت عندك كل ده وقدامك طبق مليان؟ أنت جبت الحاجات دي منين؟ قعد الراجل يقول له: لا والله، ده في واحد عدى عليا واداني عصاية وبطلب منها اللي أنا عايزه وعندي كل حاجة أنا هتمناها. رد عليه الراجل قال له: يا سلام، عصاية إيه الكلام الفارغ ده؟ قال له: طب هقول لك، قول لي نفسك تاكل في إيه دلوقتي؟ قال له: آكل إيه وكلام فارغ إيه؟ قال له: بس قول لي نفسك في إيه تاكله دلوقتي؟ رز بلبن. فراح ماسك العصاية الراجل، عد: 1 2 3، أنا جعان عايز رز بلبن. طبق رز بلبن طلع. الراجل أول ما شاف الكلام ده قال له:
صحيح، صحيح، صح، باين صح، 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 اللي أنت بتقوله ده صح، صحيح، صحيح، وأخد بعضه ومشي، بس هو ما مشيش، فضل مستخبي ومتربّص، متربّص، 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 لغاية ما الراجل العجوز راح في النوم ودخل، لغاية ما وصل عند العصاية وسح وسحب العصاية، جري برّه البيت على بيته، دخل بيته قفل الأبواب والشبابيك علشان يطلب براحته، مسك العصاية 1، 2، 3 أنا عايز فلوس، زبالة ظهرت على الترابيزة، إيه الحكاية دي؟ 1، 2، 3 أنا عايز دهب، صراصير ملت المكان، 1، 2، 3 عايز ألماظ، حشرات ملت المكان والبيت كله بقى زبالة وحشرات، الراجل اتعصب قال إيه ده البتاعة دي مش شغالة وأخدها ورجع عند الراجل العجوز رماها في وشه قال له البتاعة دي مش شغالة أنت بتضحك عليا أنت بتقول إن هي بتخليك تيجي لك أي حاجة أنت عايزها مفيش الكلام ده. الراجل العجوز بص له كده وقال له ما أصل أنت مشيت قبل ما أقول لك يعني بقية الحكاية، أنا نسيت أقول لك أو أنت ما استنيتش أقول لك إنه ما حدش يقدر يستخدم الحاجة دي إلا أنا، يعني لو كنت جيت لي وطلبت مني اللي أنت عايزه كنت عملته لك، لكن أنت طماع وأناني وطرده برّه البيت وما بقاش بيشوف ولا بييجي ناحيته. الحدوتة دي حكيتها لنا تيتة سوسن علشان تفكرنا إن الكنز الحقيقي مش في العصاية، الكنز الحقيقي والسحر هو في القلب الطيب. وأنتم إيه رأيكم؟ اكتبوا لي في التعليقات. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، يا رب تبقى حلوة ومش ملتوتة، وإذا عجبتكم الحدوتة دوسوا دوسة صغنطوطة على كل الزراير الموجودة على هذه الشاشة المفتوحة على قلوبكم الطيبة. أشوفكم المرة الجاية، سلام.